السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام. فيديو يوم الثلاث هنتكلم عن التجاري والإداري. الفترة دي كتير بيسألوني على التجاري والإداري، ونشتري فين تجاري وإداري، وهل الشراء التجاري والإداري هو الأفضل في العاصمة الإدارية دلوقتي ولا هو الأفضل في التجمع الخامس والقاهرة الجديدة. فأنا هقول لكم من وجهة نظري. بصوا يا جماعة، خلينا نبقى متفقين ان التجاري من الحاجات الاستثماريه المهمه جدا لاي حد حابب يستثمر، لكن له ضوابط. يعني دايما لما تيجي تستثمر في التجاري او تاخد حاجه تجاري لازم تبقى عارف انت هتختار ايه وهتختار فين وهتختار امتى، والمكان ده هل هتشتريه كاش وشغال بالفعل ولا هتشتريه قسط تحت الانشاء، ومين الشركه اللي تشتري منها وضوابطها ايه. فاذا التجاري بالذات محتاج ضوابط معينه وضوابط مهمه. انا هنزل ابقى اصور لكم مواقع على الطبيعه سواء كان في التجمع او العاصمه في الفتره الجايه ديت لمولات. في مولات هتلاقوها شغاله وفي مولات مش هتلاقوها شغاله، يعني وهتلاقوها مولات ممكن يكون فيها كثافه لكن مش شغاله، وفي مولات تانية شغاله. طب ايه المعايير اللي بتقول حاجه زي كده؟ لازم نبقى فاهمينها ولازم نبقى عارفينها. فلو هشتري تجاري لازم ابقى عارف هشتري فين. هشتري في القطاع التجاري الاول والثاني والثالث والرابع، هشتري في المناطق اللي هي خاصه بالتجمع الخامس والاحياء في المناطق الخدميه بتاعتها، هشتري في المناطق اللي هي فيها كثافه سكانيه، هشتري ما بين التسعين الشمالي والجنوبي. اشتري ازاي؟ ده التجاري بالذات يا جماعه لازم تبقى عارف انت هتختار امتى وهتختار فين وايه بالظبط، وخصوصا لو انت عايز تشغله او تأجره او تستثمريه. بالنسبه للاداري او الطبي هو اقل ريسك، يعني في الريسك هو اقل لكنه مهم جدا، وانت تختاره ازاي وبالذات الطبي. طيب انا عن نفسي بحب او بفضل المناطق اللي اشتغلت بالفعل. يعني انا بشوف بدي اولويه. لو انت بتعمل مقارنه النهارده ما بين التجمع والعاصمه في حاجه، لو اللوكيشن بتاع التجمع كويس والمول كويس والشركه كويسه يبقى التجمع تديله اولويه اولى. انت فاهم قصدي ليه؟ اللي هم السنتين ثلاثه دولت. العاصمه جايه والعاصمه هيبقى فيها شغل وهيبقى فيها حركه، بس بتكلم لو انت عايز تشغل اسرع. طيب في العاصمه يبقى لازم ضوابط معينه تاخدها وتبقى عارف انت هتشتري من مين وبنى بنسبه قد ايه وسياسه التشغيل بتاعته ايه. الحاجات دي كلها يا جماعه مهمه جدا وانت بتختار سواء تجاري او اداري او عيادات. مهمه جدا وانت بتختار حاجه زي كده. عشان كده هحاول الفتره الجايه اصور لكم حاجات تخص الموضوع دوت من على الطبيعه ومن ارض الواقع. هنحاول بعد العيد ننزل العاصمه الاداريه ان شاء الله. ودايما بقول لكم اللي محتاج اي معلومه او اي نصيحه او اي شيء يخص الموضوع دوت يبعت لي يسالني، سواء عنده حاجه معروضه عليه من شركات اقول له كويسه لا، تختار انه دور، تختار انه حاجه، تختار نشاط ايه، كل الكلام ده. او محتاج نصيحه بشركات كويسه وتراست ممكن برضو اعرفه عليهم وندرس مع بعض. اهم حاجه يبقى في مراجعه الاوراق القانونيه، مراجعه العقود، شراء بسعر عادل وبسعر مظبوط بدون زياده او بدون افراط. دمتم بخير. كان معاكم محمد المهدي، ولا تنسوا الدعاء لاخي عبد الله بالرحمه المغفره. اي حد محتاج مني اي معلومه اي نصيحه تخص التجاري والاداري ابعت لي فورا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.